السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوع آخر الليل يا بنات، تعالوا بقى نعمل شوية تحابيش. ده نص كيلو كبدة غسلته بليمون وخل كويس جدا، وحطيته في مصفى، وبعد كده حطيت عليه معلقة هريسة وبهارات لحمة و11 بهار، وحطيت كمان كمون. مش هنحط ملح لأن الهريسة أو الدقة يعني فيها ملح. خلاص هنا نزلت بقى بمعلقه زيت كبيره، ونزلت وطشيت الكبده على طول عشان ما تنزلش الميه اللي فيها. واول ما لونها اتغير نزلت بالفلفل، وبعد كده نزلت بالبصل بتاعي متقطع جوانح كده، احلى حاجه يعني عشان يكون طعمه باين كده في الاكل. بعد كده يعني بنعمل دايره كده ونحط حته زبده، وبعد كده معلقه توم ونص معلقه كزبره ناشفه، وهنقلبهم كويس جدا كده مع بعض لحد ما ريحه التوم تطلع حلوه كده. وبعد كده نقوم مقلبينها. رنا بقى شغاله ايه تديلكوا لايك. اخر حاجه بقى تدوقيها، لو عايزه ملح بتزودي شويه ملح صغيرين بس كده. وهنسيبها على نار شويه صغنطاطين كده، وبعد كده نطفي عليها. تعالوا بقى نعمل شويه سجق. نحط شويه زيت وننزل بقى بالسجق بتاعنا لغايه ما لونه كده يتغير، وننزل بقى ببصل وتوم وفلفل وطماطم. هنا انا بحب احط كده، بحب اعمل كده للسجق، وبحط ال11 بهار وفلفل اسمر. وهناك برضو على الكبده حطينا فلفل اسمر و11 بهار وبهارات لحمه. والملح بقول لكم يعني بيكون حسب الرغبه لان الهريسه فيها ملح. هنا بقى خلاص بصوا زي ما انتم شايفين، نزل بقى سرد الخضار، سرد ميته وكل حاجه. برضو السجق بتدوقيه، لو احتاج ملح بتحطي له لانه هو بيبقى عليه التوابل بتاعته والملح بتاعه. بس انا حطيت طبعا فلفل اسمر وحطيت ال11 بهار. سيبيه على النار لغايه ما ينشف خالص من الميه بتاعته، وتحسي ان الايدام بتاعه طلع، وتقصقصيه كده بالمقص. بصوا شكله يا جماعه يعني تحفه، طعمه يجنن. عايزاكم تجربوه بجد، هيعجبكم قوي. والكبده بقى الاسكندراني مفيش احلى بقى. عايزين بقى دلوقتي عصره ليمونه على الطبق، بس الحقيقه ما كانش فيه. بس شوفوا شكل وشوفوا البصل بيبقى طعمه حلو قوي لما بيكون متقطع كده. جربوها بالطريقه دي، وطبعا ده مخلي للليفت. جربوها. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم.